فيديو النهارده هقول لك على قواعد للتحويش لازم تلتزم بيهم عشان تحوش اكبر قدر ممكن في اقل وقت ممكن. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير حبايبي واخواتي، وكل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو. نيجي بقى على اول خطوه، وهي حاول تحوش قبل ما تصرف. يعني انت لو جالك المرتب بتاعك وتبتديش تصرف وتقول انا في الاخر هحوش او اللي هيتبقى احوشه، لا انت كده ماشي غلط. امال ايه الصح؟ اول ما تمسك المرتب بتاعك تشيل نسبه مثلا 20% للتحويش في الاول، والباقي تبدا تصرفه. يعني متحاولش تصرف قبل ما تحوش، حوش الاول واللي يتبقى اصرفه، مش العكس. نيجي بقى على الخطوه الثانيه، وهي حاول اول ما انت تقبض فلوسك وهي تقسم فلوسك لثلاث خانات. يعني ايه ثلاث خانات؟ يعني خانه للمصاريف الاساسيه، وخانه للترفيه، وخانه للاستثمار والادخار. نخلينا في الادخار بلاش الاستثمار. يعني ايه يا علاء؟ يعني يا صاحبي 50% مصاريف اساسيه، 30% ترفيه، 20% تحويش. ولو عايز تستثمر هتاخد من ال 20% 10% او 5%. يبقى احنا كده مشينا صح. اول حاجه هنحوش الاول قبل ما نصرف، يعني هناخد الفلوس نقسمها وناخد اللي احنا حوشناه نعينه على جنب ونبدا نصرف الباقي. الخطوه الثانيه، وهي اول ما الفلوس تجي لنا نقسمها لثلاث خانات: 50% مصاريف اساسيه، 30% ترفيه، 20% استثمار وتحويش. نيجي بقى على الخطوه الثالثه، وهي خلي التحويش ليه هدف. لازم التحويش يكون ليه هدف. ازاي؟ يعني قول مثلا انا بحوش عشان اشتري لبس، انا بحوش عشان اجيب سوفت بوكس، انا بحوش عشان اعمل مشروع، انا بحوش عشان اشتري كورس. ما تخليش الاستثمار او الهدف بتاعك مفتوح. انا بحوش. بتحوش ليه؟ مفيش. طب بتحوش كام؟ مفيش. يعني ما انتش حاطط هدف. لازم تحط الهدف، تقول انا هحوش 500 جنيه هشتري بيهم هودي، هحوش 500 جنيه هشتري بيهم سوفت بوكس، هحوش 1000 جنيه ابدا بيه مشروع. لازم تكون حاطط هدف، وتكون محدد الثمن اللي هتحوشه او الفلوس، كميه الفلوس اللي انت هتحوشها. ما تخليش الهدف بتاعك واسع، يعني مش محدد. لازم هدفك يكون محدد. طالما هو محدد هتعرف توصل، مش محدد مش هتحوش. لا اكبر وقت ممكن ولا اقل وقت ممكن، لا اكبر مبلغ ممكن ولا اقل مبلغ ممكن. يعني نراجع مع بعض. اول حاجه وهي حاول تحوش قبل ما تصرف. نيجي بقى على الخطوه الثانيه، وهي لازم تقسم فلوسك لثلاث خانات: مصاريف اساسيه، ترفيه، استثمار وادخار. 50% مصاريف اساسيه، 30% ترفيه، 20% استثمار وادخار. الخطوه الاخيره وهي خلي التحويش ليه هدف. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في امتحان اونلاين، هتكون على الرقم اللي نزلته لكم على الشاشه ده، هتكون مجاني تماما لحد يوم 23/11. وبرضه ما تنساش تطور من نفسك، هتطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا بطل.